أبحث عنه لعله حي. لا بد نؤمن أن كل إنسان سيموت، يعني لن يخلد أبوك كما أنه لم يخلد أبي، بل لم يخلد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. تذكر أن النبي مات صلى الله عليه وسلم. من يكون أبوك رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ ولكن بدل هذا تبكي وتحزن. ادعو له، كلما تذكرت أباك رحمه الله ادعو له، زره في قبره، ادعو له، تصدق عنه، هذا الذي ينفعه. أما بكاؤك وحزنك وقل لا ما مات، هذا ما يرد لك شيئا أبدا. فعليك أن تصبر وتتقي الله تبارك وتعالى وتسأل الله تبارك وتعالى له المغفرة والرحمة وتتصدق عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشتركي قناتي. رجعت لكم في فيديو جديد. هذه المرة وصفة من وصفات قاطو العيد 2023. اقتراح هذه المرة قطيفة برستيج، يعني حاولت الماكسيموم يعني تكون بدون حشوة بدون تكاليف، يعني وصفة يقدر أي واحد يديرها مع المول هذا تاع الريشة. بلا ما نطول عليكم، شوفوا المقادير. اولا في العجينه واش نحتاجو 250 غرام تاع لا مارغرين تكون درجه حراره الغرفه. ضفت عليها تقريبا كاس تاع سكر كلاصي. انتم تحبوا تضيفوا يعني تحبوا لاباط شويه حلوه تقدروا تزيدوا نص كاس. يعني هذا السكر حسب يعني الرغبه نتاعكم. انا نحبها دائما قاعد نحبوا ناقص سكر باش يعني ما يجيش الحبه تاعو تقهم. نخلطوا مليح هذاك السكر كلاص مع لا مارغرين. كاين بنات يديروا المكونات كامل على ضربه ويبداو يخلطوا ومن بعدها تبدا تقولك لاباط جاتني مشقه، جاتني مثقبه من الوسط. لا، هذه يعني باش ديروا كامل الخطوات بالتدريج. اول حاجه لا مارغرين ذوبوها مليح مع السكر كلاص، نديروا هذيك الرشه تاع الملح اللي تعدل البنه، وتبداو تضيفوه في البيض تدريجيا. كما وصيتكم، يعني البيض لازم بدرجه حراره الغرفه، يعني مش تجبدوه من الفريجيدار وديروه ديريكت. كاين يعني الناس ما عندهمش الصبر، يعني ما تجبد منه، ما تصبرش، ما تخليش حتى يدفى هذاك البيض ولا ديريكت تبدا تخدم به. هنا خطأ كما نقولوا. لازم تجبدي المكونات يعني على الاقل ساعه ولا ساعتين قبل ما تبداي تخدمي. مع الجو شويه راهو بارد، جبديه يعني على لافونس. هنا كما راكم تشوفوا درت كي هذا الكاس تاع لاتاي زيت. كثرت شويه بالزيت لان الكاطو تاع القطيفه يحب الزيت كما نقولوا. كان حتى يديروه غير بالزيت. حبيتها يعني كثرت هنا اليدام باش يجيني قطيفه يعني على حق وحقيق. يعني ما نقصت له حتى مكون. هنا بعد ما خلطت كامل المكونات وكملت هذاك البيض نبداو نضيفه في النواشف. هنا تقريبا عندي كاس تاع درت انا كاس نتاع النشا، ودرت معاه تقريبا مغروف كبيره تاع الكاكاو. نخلط يعني مازال نخلط بالباتر، تقدروا تخلطوا بالفوي، لكم الاختيار. انا صراحه في الفيديو دائما كما قلت لكم في الفيديو السابق بلي هذه الخطوات راح نحيها يعني من الكاطو من الوصفات. بصح لقيت صح بلي كاين بنات ابسط يعني مبتدئات ابسط الحوايج كما هذه ما يعرفوهاش. فلازمت نضطر يعني نفكركم بهذه الخطوات. الخطوه الاخرى لازم تغربلوا كامل المكونات ضروري. كان اللي يشوفها بلي ماهيش حاجه، لا يعني ما كانش فرق. لا، يعني اي خطوه في الكاطو تنساوها يعني تلقاو ديفيرونس. يعني ماشي كيما حاجه تغرب ليها يدخل فيها الهواء، كيما حاجه يعني تكون هي ديجا كما نقولوا تخلي لك الكويرات هذوك ولا في داخل العجينه. هنا نخلطوا مليح على سرعه يعني متوسطه باش الخليط هذا كامل يتجانس. لازم تاكدوا باللي النشا والكاكاو دخل في الخليط.
فهمتوا؟ راكم على بالكم بلي حوايج الطاير منا ومنا مسحوا والله تحرحرت انا مع هاد المره مع الكاطو. كل دقيقه نمسح وتحرحيره تاع الماعن، ربي يحسن العون. من الكاطو كرهت كامل الماعن، وليت ما نحبش نغسلهم، يعني نغسلهم اكراها. هنا نضيف في الفرينه، هنا استعملت ماما كيما شفتوا، يعني شريت تاع 5 كيلو هذيك على ضربه هكا مره واحده، مش ذلك كل مره افتح كل مره دير. شريت يعني 5 كيلو على ضربه. والله ما على بالي واش رحت ندير. المهم ديروا تقريبا دات معايا 500 غرام تاع الفرينه، بصح نتوما باش تروحوا توزنوا 500 وتبداو تفرغوا عينيكم مغمضين، لا غربلوا يعني ال 500 غرام حطوها بجيه وبداو ديروا بالمغرف وخلطوا حتى وين العجينه تكون طريه، يعني خلوها طريه ماشي تخلوها لازم شويه تتلاصق لكم في اليد وحطوها يعني ساعه ترتاح. على بالكم بلي كي تحطوها ساعه راه تزيد تشرب الفرينه هذه اللي نستعمل فيها انا تشرب، يعني خلوا القوام نتاعها طري. اذا احتاج تقدروا تزيدوا، فهمتوا؟ انها تكون ناقصه فرينه خير من يهرب لك تهرب لك العجينه وتشيح لك وتجيك صعوبه، يعني يجيك الكاطو مش مليح خلاص. فهمتوني؟ انا حبيت ندير هذا يعني حبيت الكولور هذا الباج. تقدروا ما ديروش نتوما الكاكاو، تقدروا تستغناو عليه، مي انا ما نحبش الصابلي يكون، نحبش يكون ابيض. هنا نضيف في لافارين غير بالفوي نتاع الباتور. انا ما نحبش نغسل الفوي. دائما نحب نشف هكا بالفرينه باش تسهل عليا يعني نهبط العجينه. فهمتوا؟ انا خلط كامل المكونات كما راكم تشوفوا لا ضربه حتى نتحصل العجينه طريه بهذه الطريقه. شوف هذه بعد ما ارتحتي البنات تلقاوها باللي هذه هي، يعني جا وقت من نطبع فقط نخليها نغطيها هكا بالكيس بلاستيكي، يقسموها على زوج، يعني يخدموا غير بالطرف. ان شاء الله نكون ما نسيت والو. نتوما كتبوا لي اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، هم يجوني رسائل ثاني في الصفحه تاع الفيسبوك. الكاطو اعطيني المقادير تاع الكاطو، عاودت لكم يعني المقادير تاع الصابلي اللي فات تاع الورده هذاك كتبت لكم، يعني اللي طلبت مني اي وحده تطلب مني نكتب اي سؤال نجاوب عليه. حتى طريقه تاع الطهي السمك تاع العجينه كامل نجاوبكم عليها، يعني ما راح نبخلكم في حتى جواب، يعني اي حاجه نعرفها راح نمدها لكم، يعني موش علم كبير ولا حاجه اللي الانسان ما يمدهاش. حتى في التعليقات لي جروبات نجاوبهم نورمال. الحاجه اللي نعرفها نقدمها كما نقولوا من كيف يقولوا يا ربي، من خبأ علم ولا حاجه كما هكا ألجم بلجام من نار، يعني واحد ما يخبيش حاجه يعرفها يستفيد منها غيره، حاجه اللي يستفيدوا منها واللي نعرف بلي نقدر نعاون بها نمدها، يعني ماشي ما عنديش مشكل. هنا سمك على 4 ملم تقريبا، وابدا وطبعه بالطابع هذا تاع الريشه اللي كاين بعض اللي ما يحبوش كروه، مي لازم حاجه طوندونس ولا حاجه اللي راهي في السوق نحبوا نجربوا نحبوا نبدلوا الاشكال شويه. بس حاجه الجديده كما نقول وقت وتروح، مي القديم يبقى قديم. بورتون الريشه راهي عندها سنوات وهي راهي كل عام بشكل جديد، انما كل عام تجيكم بمول جديد فقط. كما العام اللي فات شريت الريشه هذيك اللي تجي صغيره في نفس المول ستيليكون، وهذا العام يعني جات بشكل شويه اكبر. هذا ما كان كما شفتوا العجينه اللي تبقى لكم لموها يا البنات، ما تعجنوش، لموا الصابلي راه ما تبقاوش تلعبوا بالعجينه تعجبكم طراوتها تبقاو هكا تعبزوا بها بيديكم ومن بعد تقولوا هاي ما صلحتناش وهاي جاتنا كيفاه وهاي جاتنا كيفاه. جامي تلعبي بالعجينه تاع الصابلي، لازم تلمي فقط، حاولي تبعدي يدك عليها قد ما تقدري. كما شفتوني لميتها غير بالساشي هذيك وبديت نحل فيها ديريكت. واسمحوا لي على طريقه تاع التصوير، والله راني نصور ونحط فيه لي فيديو هذه الايامات، راني مليحه، راني ندير بليزير كبيره.
خاطر والله غير راني مريضه وراسي اللي هي مات الخيرات توجور يسطر عليا. هنا خليو الكويزينيير تاعكم عفوا على 180 درجه و وطيبوها، يعني حاولوا ما تطولوش لانه الكاكاو بالخف يحرق. نجيبو هنا نوع كوكو خلطته مع مغرف، شوفوا مغرف صغيره نتاع الكاكاو الاسود البني الغامق مع مغرف كبيره نتاع كاكاو الفاتح هذاك، وبديت ولصقتها بالمعجون فقط، ما درت لها والو، غير المعجون لصقتها وخففته بشويه من الزهر. وهذه هي دهنت الوجه نتاعو كيما هذه بهذه الطريقه، يعني كشكل مختلف على الاشكال اللي راهي تدور. يعني محبيتش ندير كلاصه شوكولا وريشه شوكولا، يعني في زوج شوكولا في شوكولا، حبيت يكون يعني اذواق مختلفه. النقطه الثانيه اللي راني حبيت نقول عليها باش ما ننساش، بزاف يقولوا لي صوتك كي باينه تعبانه، الله غالب واحد يدير المونتاج هو صايم ماشي كيما واحد فاطر كيما واحد صايم، يعد شويه فابل وزيد راسي كما قلت لكم الله غير يستر عليا. حبيت لي فيديو كامل اللي بقاو لي ندير لهم المونتاج ونحطهم يعني ورا بعضهم، باش هكا كي يوصل العيد مع الميناج تاع العيد يعني ما تجينيش الخدمه كل مره بعضها وما نعياش وما نغلطش الغلطه اللي درتها العام اللي فات. لان العام اللي فات ديتها مرضى يعني وقت العيد، نهار هذاك العيد فوتو كامل تقريبا العشيه دي كامل راقده، ولا بالكم الغاشي يجي وانتيا وحدك واقفه على كلش، واحد يستحفظ على روحو قد ما يقدر. هنا بعد ما طاب لي ولصقتو كل شيء، جبت المول تاع ريشه، درت الشوكولا في المول ودهنت الجوانب بناكخي دوغين، وريت لكم طريقه في الفيديو اللي فات يعني ما كان لا نكررو، وحطيتهم يعني خدمت هذه التحضيرات مسبقه وحطيتها في الكونجيلاتور. وجا وقت يعني وين بنات لبالكم كي تلصقوا بالمعجون دخلوه عفوا دخلوا الكاطو للكونجيلاتور باش المعجون داك يشد روحو، باش ديروا باش اخر حاجه تركبوا الريشه، فهمتوني؟ يعني خلوا النوع كوكو هذاك يلصق مليح في الحبه تاع الصابلي باش عاد تركبوا الريشه هذيك. ركبوا يعني يكون شويه يعني مع الصباح شويه بارد الحال باش ما الحراره تاع اليد ما تخسر لكمش الشكل تاع الريشه، فهمتوني؟ هذا ما كان ان شاء الله هذه الوصفه تنال اعجابكم. ما تنساوش تدعموني بجام وابو